الجواز دي علاقه شراكه ما بين اتنين، واتفاق ما بين اتنين على حاجات معينه. لو الاتفاق ده خلينا بيه يبقى خلاص، يبقى الحب راح، يبقى الحب، يبقى انتهى الموضوع. لكن بحبه في المطلق مهما عمل، لا لا ما طيب اقتنعش. ده الحب والجواز. مم. بعد الشر لما بندخل في الحياة أحيانا بتقابلنا مطبات ممكن تبقى ملهاش علاقة بشخصياتنا، ممكن تبقى مطبات في الحياة. يعني صح. ممكن إن احنا نفقد حد عزيز أو إنه يحصل حاجة تجيب نكد في البيت، هم لا انت عملتي حاجة ولا هو، وفي الآخر بتعمل الانفصال ده أو الطلاق صح ده. صح. ده بنتعامل معاه ازاي؟ وهل ممكن الناس دي ترجع تاني تبقى مع بعض ولا لا؟ بصي على حسب احنا باصين لها ازاي. لو انا وهو وان تيم، المفروض ان احنا نبقى يعني بنعمل اللي يصب في العلاقه، فاهمه؟ اللي يساعد العلاقه whatever it is. احيانا لما بتحصل حاجات كده بيبقى هو زعلان وهي زعلانه، الاتنين زعلانين جدا، فما بيعرفوش يتكلموا حتى مع بعض شويه وبعدين يبداوا يتكلموا. ما هو احنا ضد بعض وبنشوف مين اللي هيكسب، ولا احنا مع بعض واحنا الاتنين نكسب؟ فاهمه الفرق؟ ما حدش يعني حاسه ان الناس كتير ما بتفكرش كده، ان احنا الاتنين نكسب.